يلا يا حبايبي، يلا نعمل النهارده انجليش كيك. بصوا بقى، بيضه بدرجه حراره الغرفه، ماشي. هنحطها في الخلاط، رشه فانيليا او كيس فانيليا، بصوا دي نص هي دي كوبايه الا ربع سمنه على زيت. انت حابه تعمليها بسمنه بس براحتك، بس السمنه بتدي طعم حلو قوي في الكيك، ماشي. كوبايه لبن مع زبادي، يعني عايريها كده بان هي تبقى كوبايه. انا كان عندي ربع كوبايه زبادي متبقيه، حبيت ان انا اعمل بيها الانجليش كيك. رشه خل عشان بتدي هشاشه جميله. سكر بقى ده على حسب اللي انت عايزاه، انا بحب يعني ممكن يبقى كوبايه. دي بتعزز الطعم بتاع الانجليش كيك، عشان طبعا هنعملها بني، فهحط واحدة كيكة بالشوكولاتة مع رشة كاكاو خام، معلقة، هي معلقة واحدة بس. هنعملهم في الخلاط وارجع لكم. الخليط اهو اتعمل في الخلاط، ننزل بيه في البولة. الريحة يا جماعة اقسم بالله تتاكل كده، يعني تتشرب، يعني كأنه هوت شوكولات بالظبط. بصوا بقى، انا قلت لكم قبل كده ان الكيكه المظبوطه، بصوا انا بحب احط كوبايه وبعد كده اكمل. هنخل الدقيق، الدقيق لما بيتنخل بيبقى يعني ضمان، وفي نفس الوقت بتدي هشاشه كده للكيك. طبعا كده يعتبر يعني كوبايه، لو احتاج انا هكمل. نقلب بقى بالراحه. كيس بيكنج باودر، رشه ملح بسيطه. نقلب بقى ونشوف مثلا القوام اللي احنا عايزينه وبعد كده نوقف. ده اي كيك هتنجح معاكي على فكرة. حتة بقى كوبايتين دقيق وكوباية بتاع، هتلاقي اصل كل واحد جاي دقيق غير التاني. انت الدقيق بتاعك ممكن تكون جايباه يعني اكياس، انا جايباه سايب كده، يعني كل دقيق بيختلف عن التاني. فانت يعني عشان تبقي في المضمون ممكن ما يبقاش عندي غير شوية يعني سوائل قليلة، هتضطري ان انتي هتغرمي تاني، فليه؟ يبقى انا اعمل على القد. يعني انا دلوقتي عملت السوائل في الخلاط وخلصت، هنزل بيهم كوباية دقيق. ممكن تنزلي بنص كوباية دقيق، مش شرط تنزلي بكوباية، انزلي بنص كوباية دقيق وشوفي الخليط بتاعك هيوصل للقوام اللي انت عايزاه ولا لا، علشان الكيكة ما تبص، وعلشان يعني ما تهدريش طاقة اكتر يعني. والله هي دي نصيحة مني ليكم، يعني حابين تاخدوا بيها ولا؟ بس هو تقريبا الطبق قليل صغير، هغير البول عشان اتحرك براحتي. ايوه كده. كان في مثل زمان يقولك لو كان مش عارفة ايه صغير يعني كبره، لو كانت حلتك صغيرة كبرها، يعني بحيث ان الحاجة تبقى تمام يعني.
بص هي هتحتاج يعني ربع كوبايه دقيق. كل ما هتنخلي الدقيق كل ما الكيكه بتاعتك تطلع معاكي ان شاء الله ناجحه يعني. ده القوام المطلوب. بصوا اهي. بصوا انا محضره قالب انجليش كيك. مش عندك ممكن تعمليه في صينيه عاديه او في طاجن. انا هنزل بيها. انا مبطنه الصينيه بدقيق وسمنه او زيت. اهو طاجن القالب ولا ايه. بص هنحط على درجه حراره 180. وبرده ما نفتحش عليه اول نص ساعه يا جماعه. لقيتيه عمل طبعا هتخبطيه كده بحيث ان يطلع فقاعات كده عشان تطلع معاكي الكيكه هشه وجميله. نحطها في الفرن وارجع. بصوا انا هنا قطعت شوكولاته. عايزه تحطي شوكولاته دارك، شوكولاته حليب، اي شوكولاته انت تحبيها، واحطها على النار تحت يعني فوق حاجه شغال فيها ميه بتغلي علشان تسيح. ماشي هنسيبها تسيح عقبال ما الكيكه ما تطلع. بصوا ابتدت تفك اهي. اول ما هتسيح هنحط لها قطعه سمنه او قشطه وهنسيبها لحد ما الكيكه تخرج. اوبا تترى كيكه اهي يا جماعه طلعت اهي. وادي الاختبار. السكينه طالعه زي الفل مفيهاش اي حاجه. طبعا هنسيبها تستهدى حاجات بسيطه عشان نقلبها ونحط عليها الشوكولاته اللي احنا سيحناها ونقدمها. هبص هنحط لها حته سمنه اهي. طبعا هي مسكت شويه فهنحط لها يعني رشه لبن علشان بس انا عايزه احطها على وش الكيك. هسخنها وارجع لكم. بصوا انا قلبت الكيك اهي تمام اهي. هنستنى الشوكولات بس لما يسيح. معلش بقى ايه اعمل معاكم كوبايه هوت شوكولات. يلا هنتسلى. يا جماعه قطعتها لكم. بصوا العلو بتاعها قد ايه. بصوا تحفه اقسم بالله. بصوا جميله والله العظيم. جربوها ومش هتندموا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. بحبكم في الله. سلام.